يا حاجة ابنك قتل مراته. لا ده كان بيديها 200 جنيه في الاسبوع يا ابل، وما كانش حريمها من حاجة، وكان بيجيب لها الاندوم ابو 5 جنيه، وكان بيجيب لها عليها شيبسي كمان وكل يوم. يلا اه رأيك بقى انت؟ والنبي ما مش مصدقاني روحي اسألي بقى، بيجيب لها الاندومي والشيبسي ولا ما بيجيب لها؟ اتفضلي. يا حاجة ابنك متهم في قضية قتل. لا يابلا ده كله الا الاكل. والنبي كان لسه جايب لها كفت، النبي في الصينية هي تسمع حيس. مش مصدق اني خشش فيه، هي ما فيهاش حق، بس انت لو دققت هتحسي انها كانت كفت. ده غير اللي بتعاني. شوف الفلاذ قال ربنا كاتي اللحمة والفراخ والحاجات. ما احنا رحنا وشفنا الفلازر يا حاجة ما فيهوش غير عيش. يابلا ما احنا عملناه. كليتهم قبل ما تموت. يعني هي اللي راحت دي يا حاجة، ما هياش مرات ابنك؟ احنا لها كلنا حاسين انها مش فارقة معاكي. والله طالعة من عيني يا ابلي، والله خساري. خساري كبيري. اخيرا ابتديتي تتعاطفي معاها يا ولية، كنت فاهم. الحمد لله على السلامة. خسارة انها ماتت. لا يا ابل، انا خسرت في نص كاس العصير ابو 5 جنيه اللي توتولي تشربه قبل ما تموت. والنبي لو كنت اعرف انها هتموت وكنت شربت، كنت شربت بابا شيب قامت وخرب ديار. صدقي بالله يا حاجي ربنا رحمها نوسي على النعمة، اني ما طايقاك ال5 دقايق اللي اني بسجل معاكي فيهم يا ولي. تاني كنت بمسح لي وبكنيس لها وبطبخ لي، وانا اللي كنت بتسوق لي، والنبي أنا اللي كنت اشتري لها الطماطم والبطاطا، كنت تروح تجيبها ب10 جنيه الموكوس، انا كنت اجيبها ب5 جنيه والله العظيم. بالله عليك قبل في حد يعيش عيشة العز والهنا اللي هي فيه دي ويقتلها تتقتل؟ هتلاقي فين عايشة احسن من دي؟ والنبي أنا راضية ذمتك. لا غلطاني منها لله انها ماتت. يلا ما تزعليش نفسك انتي بس. أمها هتشوفها تجري عليا تضربني يا بلي، وإنما احنا عملنا قتلنا بنتي تيجي تضربني بنتي ده علي؟ يرضي بنتي يا برا كسرة الخطر والنفس اللي أنا فيها داي. على مظلمي فوضي امرك لله، فوضي امرك لله يلي منك لله انت وابني. يمشي يا ابني يمشي عشان انا هموت منقوط.